بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو السادس والأخير راح أورد به مجموعة معلومات. إذا كان هناك من يدقق في هذا الموضوع من قبل هيئات النزاهة، الهيئات الرقابية، هيئة النزاهة والهيئات القضائية مثل الادعاء العام، ممكن أن يدقق بهذه القضية، ممكن أن يستدعى عشرات المسؤولين اللي كانوا في هذه الوزارة من أجل التحقيق معهم لبيان الدور السلبي لباقر الزبيدي في إدارة هذه الوزارة. هذا الشخص حول الوزارة إلى جهة حزبية. الخطوط الجوية مو مال أبو واحد، مو مال عشيرة واحد، مو مال بيت واحد، مو مال حزب واحد. خطوط الجوية العراقية لكل العراقيين. اخجلوا من أنفسكم. بعض المعلومات المتوفرة تقول أنه باقر الزبيدي أعفى فلاي بغداد من رسوم الإقلاع والهبوط في المطارات العراقية باعتبارها ناقل وطني، ما اعتبارها شركة أجنبية. طبعا هاي شركة خاصة، ليش تعفيها أنت؟ بالنهاية موارد دولة كون تزيد مو تنقص. باقر الزبيدي دعم شركة اسمها فلاي بغداد، عندها طائرة واحدة ب50 مقعد، وإعلاناتها ترست العراق من الشمال إلى الجنوب حتى تصير بديل الخطوط الجوية العراقية في يوم من الأيام. الواردات الخطوط الجوية العراقية انخفضت من 55 مليار، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، وخلي يروحون يدققون في واردات الخطوط الجوية العراقية من سجلاتهم. هاي من السجلات أنا ماخذها. من 55 مليار دينار في عام 2014 شهر ال 12 انخفضت إلى 34 مليار في شهر ال 12 2015، بمقدار انخفاض قدره 21 مليار دينار في ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا نعانيها. أكرر، واردات الخطوط الجوية العراقية انخفضت 21 مليار دينار عراقي في ظل الأزمة الحالية، في ظل سنة و3 أشهر من حكم باقر الزبيدي لوزارة النقل. قضية أخرى، الحيدر العبادي رئيس الوزراء على اطلاع بهذه المسألة منذ تقريبا 7 أشهر. بعض الأشخاص أرسلوا له رسائل أبلغوه أن شركة الخطوط الجوية العراقية في طريقها إلى أن تقف عن العمل في أوروبا، لأن هناك مجموعة مخالفات مسجلة وهذه المخالفات لا تعالج. تصوروا 113 إيميل تبعثه شركة الطيران، المؤسسة الدولية، المنظمة الدولية للطيران المدني إلى العراق، وما حد يجاوبها، ما حد يجاوبهم وزارة النقل. 113 إيميل. بعدين دعوهم إلى اجتماع في فرانكفورت في ألمانيا، قالوا لهم تعالوا بس خلوا جدول زمني لإصلاح الأخطاء اللي موجودة عندكم. أيضا ما حد سواها. يطلع وزير النقل يقول طيار وعامل طائرة متعمدين يخربون الوضع. تصوروا، هذا يستهزئ بعقول الناس، هذا يستهزئ بعقول الناس. طيار واحد يقدر يخرب عمل الخطوط الجوية العراقية؟ أنت اللي خربت الخطوط الجوية العراقية حتى تسمح لفلاي بغداد المملوكة إلى حزبك وأشخاص من حزبك ومن عائلة حزبك يتملكون، يصيرون في مكان الخطوط الجوية العراقية. إذا كان هناك مجلس نواب ليعمل على إبراز الحقيقة للشعب العراقي، اخجلوا من أنفسكم يا نواب. أنتم لازم تقومون بدوركم الرقابي، مو تخلون الناس عايشين على بعد آلاف الكيلومترات يقومون بهذا الدور. هاي الرسالة موجهة إلى الناس حتى يكونون على اطلاع على اللي يحصل في هذا البلد. أنا ما أوجه رسائل للحكومة، أنا أوجه رسائل ما زالوا مخدوعين بهؤلاء. لازم من أحب قوما حشر معهم، لازم ما نحب الفاسدين، لازم ما ندافع عن الفاسدين، لازم ما تكون عندنا مصالح. قضية أخرى أريد أوضحها، مهلة 48 ساعة أنا أعطيتها حتى أخلي صدى الموضوع ياخذ مداه وأخلي أكبر عدد من الناس تتابع هذا الموضوع، وإلا المزايدات ما موجودة عندي. يعني مو أنا من النوع اللي أريد مزايدات، لا أريد منصب ولا أريد فلوس من ذول الناس. الله سبحانه وتعالى هو الرازق. شكرا لكم وممنون. في أمان الله.